عزيزي الزملكاوي المحترم، ما تخليش كرهك للنادي الاهلي ما تشوفش الحقيقه وتمحي عقلك من الحقيقه. فين الفساد هنا؟ داخلين بيعملوا كومنتات بيقولوا ايه؟ شفت؟ مشوا امير توفيق عشان انتوا نادي ظالم، ومشوا عشان هو ظالم، وانتوا نادي ظالم، وانتوا حراميه، ومشوا قندوسي عشان قال كلمه حق. يا جماعه كلمه حق انتوا يا جماعه اهو اهو انتهت التحقيقات التي جرت خلال 48 ساعه الماضيه. يعني كيان مؤسسه كامله عملت تحقيق في 48 ساعه عشان تطلع تثبت انها مش ظلم، مش حراميه، مش عندهم فساد. في نوادي تانية بيبقى عندهم كوارث ما بيعملوش تويته حتى مش بيان. بمعرفه المستشار القانوني، انت بتشكك في المستشار القانوني بخصوص التصريحات اللاعب. فنتيجه التصريحات دي ايه ونتيجه التحقيق ده ايه؟ همشي احمد القندوسي علشان اهو نظرا لما بدر منه، وهنعمل اعاده تشكيل وهيكله اداره تعاقدات مما يتلائم مع احتياجات واهداف قطاع كره القدم بالنادي في المرحله المقبله. يعني هم مش قالوا احنا هنعمل اعاده هيكله عشان خاطر امير توفيق حرامي او انا غلطان؟ وبعدين ماشي، امير توفيق حرامي يا عم، مفيش مشكله، هيطلع يعمل تويته يقول ربنا كبير والحمد لله. يا جماعه الراجل متعين CEO في شركه الكوره عندنا في النادي الاهلي، مدير تنفيذي في شركه الكوره عندنا في النادي الاهلي. خلاص، شكرا، ثانك يو بقى. انت بالنسبه لك كده يا امير يا توفيق ثانك يو. بالنسبه لنا في حته الصفقات دي محمد رمضان بقى هيخلص القصه دي. زائد كمان ان محمد رمضان اصلا من قبل من تصريحات القندوسي كان هو يا جماعه متعين مدير رياضي. يعني الخطيب اصلا كان ناوي يدخله في الحته دي ويمشي امير توفيق عشان امير توفيق في مشاكل في الصفقات وفي تاخير واحنا بنشتكي. مش هيمشي من الصفقات من مدير التعاقدات عشان خاطر ذمه ماليه او عشان خاطر سمعه. يا جماعه اتقوا الله، دي اسمها ذمم. مش ممكن عندكم كوارث وقف قيد وعندكم بلاوي سودا. ده انتوا ليه نهار انتوا بايتين عند الفيفا يا جدعان؟ ما حدش مننا بيتكلم. الذمم دي ما ينفعش نتكلم فيها اصلا. ما تخليش كرهك للنادي الاهلي تخليك تقول كلام. واللي غيظني بقى ايه بقى؟ ان في جمهور من الاهلي بدا يندرج بقى تحت ده امير توفيق مشي. يا نهار اسود، ده كده بقى الزمالكاويه عندهم حق. يا ابني خلي عندك ثقه يا ابني في النادي بتاعك يا ابني. يا ابني خش اقرا البيان المكتوب، اقراه. راح بتسمع كلام من السوشيال ميديا ومش عارف تقرا البيان بتاع النادي بتاعك. الكلام واضح اهو. راجل منزل تويتر بيقول ربنا كبير الحمد لله اهو. يعني انا مش مظلوم يا جماعه. انتوا في قاره تانية يا جدعان، انتوا في مجتمع تاني، انتوا مش معانا. مش ممكن بجد. الموضوع اوفر يا جدعان. ده ايه ده؟ سامسون يا جماعه، سامسون. ها يلا، مش في مشاكل مع الزمالك؟ حد من جمهور النادي الاهلي اتكلم؟ انا طالع بقول الخبر وبسكت. في وقف القيد المفروض يحصل. الموضوع تاني بقى خالص غير سامسونج ده، تمام. والشويت طلع اتكلم في الموضوع ده. في موضوع تاني بقى المفروض يكون وقف القيد النهارده في الزمالك. يبقى الخبر هينزل النهارده او بكره عشان خاطر اتشمبونج ما خدش المستحقات الماليه بتاعته من نادي الزمالك. حد طلع اتكلم؟ اعلام الزملكاوي اهلاوي محايد حد طلع اتكلم؟ ما بيتكلمش في الحاجات دي الا لما الموضوع يجي رسمي. هنتكلم بقى في اهو كده اهو وموضوع بيترمي بعد كده. لكن الاهلي بقى يا لهوي، لو الاهلي تصريح بس من لاعب مش بيلعب في الاهلي اصلا معار، الدنيا اتقلبت عندنا. الدنيا تتقلب. هقولها تاني. غلطه عند النادي الاهلي بجمل، عند اي حته اي مكان تاني بقطه. ونفس القصه بطولات مش عارف ايه، اي بطوله الاهلي ياخدها. الاهلي راح خد كاس العالم للانديه عادي، تمام. الزمالك لو راح فاز على الهلال السعودي ولا فاز على اي فريق بلاسليم ولا الفرقه بتاعت الكونفدراليه دي، هي بطوله بالنسبه له. الفلس عند الزمالك ببطوله. انتوا فاهمين حاجه؟ اراك ضاحكه.